تعرف ان قرارك انك ترفع ايدك تهرش في راسك، مخك بقى اخد القرار ده قبل ما انت تحس ب 300 ملي ثانيه. الموضوع مش خيال، الموضوع بدأ مع عالم اعصاب اسمه بينت. الراجل ده جاب ناس وركب على دماغهم اجهزه لقياس النشاط الكهربي في المخ، وبالفعل لقى حاجه غريبه جدا. المخ بيطلع اشاره بيبدأ بيها عمليه الحركه قبل ما الشخص يدرك بوعيه انه عاوز يتحرك بفتره كافيه. يعني معناه بالظبط انك عايش حياتك بديلي. يعني مخك بيعالج الداتا وبياخد القرار وبيدي امر بالتنفيذ، وبعدين يبعت مسج لوعيك ويقول لك انت قررت. ودي بالظبط زي ما تكون بتتفرج على ماتش لايف وفي تاخير في البث بتاع ثواني كده ولا حاجه. التجربه دي قلبت الدنيا فعليا، لانها هنا بتسال سؤال مهم جدا: هل احنا بنملك اراده حره فعلا، ولا احنا مجرد اداه ماشيه باوامر متسجله من زمان؟ يعني العلم بيقول هنا بالظبط ان وعينا وظيفته بس انه يعمل فوت او يرفض القرار اصلا في اخر لحظه. النفس البشريه اعقد مليون مره من اللي بنشوفه في المرايه. تفتكر بقى بعد اللي سمعته ده، انت فعلا صاحب قرارك ولا مخك هو اللي سايق؟